السلام عليكم. جواز السفر الجزائري، بزاف من الحراقة مساكين اللي خصهم الجواز السفر الجزائري لتسوية وضعيتهم، سواء كان جواز السفر مودر، سواء كان تاريخ صلاحيته منتهي، فهو خصو جواز باش يقدمو للسلطات الإسبانية، انه لازم تتوجه للسفارة تاعنا الجزائرية، تطلب منهم هذه الوثيقة تثبت هويتك بلي انت جزائري، سواء تروح لهم بالبطاقة البيومتريك او البطاقة النقوة القديمة الخضراء، او في حالتي انا الجواز السفر كان منتهي، كان ضايع او منتهي، فتعطيهم صورة بادرون ويخدمولك هذه الورقة تاخدها المحامية مع الملف تاعك اللي راهم طالبينهولك للتسوية على حسب نوع التسوية اللي انت طالبها، فهي تقدم هذه الوثيقة للسلطات الإسبانية، فالسلطات الإسبانية أنا بعد شهر ونص ردت قالت أنني موافقة نسوي وضعية هذا الشخص بشرط أنه في خلال 14 يوم يجيب لي جواز السفر. أنا راسلت القنصلية قلت لها أنا استرنخيرة راه ردوا عليا وطلبوا مني الجواز السفر عن طريق الإيميل، فهم طلبوا مني بعض الوثائق نسكانيها ونرسلها لهم، هذه الوثائق اللي طلبوها مني رحت رسلتها لهم بالإيميل، يومين من بعد ردوا عليا انه حيعطوني ميعاد، في ضمن الوثائق اللي طلبتها مني المرة الزوجة القنصلية انه هذه الوثيقة لازم تكون، هذه الوثيقة انه اللي ردت عليا بها اسبانيا وقالت لي عندك 14 يوم، قالوا لي نهار اللي تجي عندنا للقنصلية هاي الورق اللي مطلوبة منك، في بعض الورق لازم تطلعوها من الموقع القنصلية تيليشارجوها وتعمروها، وكل الوثائق هذه تعطيك لما تروحي عندها القنصلية هي اللي تعطيك تاريخ محدد، تقولوا في يوم الفلاني على الساعة الفلانية جيبي لي هذا الملف وهذا الورق معمرين، وفي نفس اليوم تعطيك الجواز السفر. انا فرضت علي غرامه لانه الجواز السفر تاعي كان مودر، ولانه رحت عند البوليس وقلت لهم توضر لي وما عرفتوش وين توضر، فديت لهم كل الوثائق هذه بالاضافه للفلوس، صنعوا لي جواز السفر في نفس اليوم، قدمته للسلطات الاسبانيه، المحاميه قدمته، والحمد لله في اقل اسبوع 10 ايام ما كانش في تعطال، ووافقت السلطات الاسبانيه الحمد لله، أعطتني جواز السفر، خدت ميعاد روحي باش تبصم للبصمة، والحمد لله إن شاء الله أتمنى التوفيق للجميع، أتمنى تتبعوا هذه الخطوات وربي الله يسهل على الجميع، بس لازم هذه الخطوات. السلام عليكم.